بورسعيد تاريخ نعيشه، ملاحات بورسعيد. جمال في القطار الملكي، جمال في مطار الجميل، جمال في مركب في قناة السويس. مهما كانت الوسيلة اللي كان بيجي بيها جمال الاحتفال بعيد بورسعيد القومي، كان لازم يحضر الاحتفالات وكان لازم يفتتح مشاريع. يقال إنه في 58 افتتح ملاحات بورسعيد. أنا كنت متأكدة إن في صور نزلتها قديما لملاحات بورسعيد وإنها أقدم من 58. الحمد لله، كل ما أكتب في جوجل ملاحات بورسعيد يظهر لي الناس وهم بيصوروا على جبال الملح. الصور دي من مكتبة الكونجرس. الحمد لله ربنا ذكرني إن أنا لما جيت أنزلها كان فيها الخط اللي في الجنب اللي فيها أرقام، وده يدل على إنها من مكتبة الكونجرس. أي مجموعة عالمية يا جماعة من مكتبات بيبقى لها ميزة معينة في الصورة تقدر تعثر عليها في المكتبة أو في المجموعة اللي أنت بتدور عليها. المجموعة دي بتقول إن بفؤاد كانت بتقرر وبتصدر الملح من قبل 58. في سنة 60 بيقولوا إن بورسعيد صدرت وقررت حوالي 50,000 طن من الملح. ده حسب فيديوهات الإرشاد اللي كانت بتنزل في عيد بورسعيد القومي. ده تاريخ الملاحات وده تاريخ الاحتفالات مع جمال بعيد بورسعيد القومي. كده خلص الكلام، سلام.